السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. جات لكم فيديو جديد، وفيديو النهارده زي ما انتم شايفين هنلعب باقوى تشكيلة مكونة من كل اللعيبة المسلمة في اللعبة. هتقول لي ده ليه؟ يعني بمناسبة بقى ايه، عيد الاضحى وبتاع يعني. من الاخر انا مش لاقي محتوى. طيب زي ما انتم شايفين قدامكم دلوقتي كده عملنا تشكيلة كاملة فاضية كلها لعيبة بيزك عشان نبدأ بقى نختار مركز. فاول مركز معانا هو مركز حراسة المرمى، ومفيش حد غير اونانا، وده بعض الناس هتستغرب منه بس صدقني هو مسلم. لو مش مصدق يا عم روح ابحث في جوجل ولا روح اساله هو شخصيا. وتاني مركز معانا اللي هو قلب الدفاع، ودوت اهم مركز ومركز حساس جدا، فاتمنى يعني الاقي لعيبه كويسه ليه. وبالمناسبه يعني ده مش حسابي، ده حساب احد الاخوه على الجروب، لو مش موجود فيه انت فايتك كتير جدا. هتلاقي اللينك بتاعه في الوصف او في البايو، فما تنساش تخش وتنورنا هناك. بنتكلم هناك على طول، بنعمل مسابقات، بنهزر، بنلعب، بص بنعمل كل حاجه هناك. هنا اول حد معانا هنجيبه معانا هو صليبه، وده برضه انت هتستغرب منه، بس هما بيقولوا ان هما مش متاكدين من ديانته، لكن هو لبنان الاصل، ولبنان دي ايه، دوله مسلمه. وتاني حد معانا اللي هو ابراهيم كوناتي، اكيد يعني باينه جدا من اسمه انا اسف على العبط دوت، انا جايلك برضو من المونتاج وبقول لك ان انا كان قصدي هو كان اسمه ايه، اوباميكانو، ايوه هو ده. وكمان تاني حد معانا انا جبت ماركينيوس هنا بالغلط. تالت حد معانا هيكون ريديجير، لكن للاسف معناش حد ال بي، فاحنا هنلاعبهم. ممكن نلعب 3 دفاع يعني، هنضيف الناس كده ونشوف ناقصنا ايه المراكز ونظبط التشكيله. والتالت مركز معانا برضو يخص الدفاع اللي هو ال بي والار بي الاتنين الظاهرين. فاول حد معانا ودوت غني عن التعريف طبعا، حكيمي، اشرف حكيمي، اقوى ظهير مغربي واقوى ظهير عامه يعني. فاحنا هنا معانا نسختين، لكن اعتقد الصراحه دوري الابطال هتكون اقوى. وللأسف برضو الشديد مفيش حد تاني يعوض المركز التاني. الصراحة في معانا كاي ووكر، بس ده الصراحة ما اعتقدش ان هو مسلم، بس هو شكله سحنته كده تحسسك ان هو عربي، بس انا مضمنش يعني، فالافضل نتجنبه. ونخش بقى المرة دي على مركز الديفندرات ووسط الملعب. فاول حد معانا مش محتاج كلام، وده اللي هعترض عليه يبقى عبيط، كوناتي. ده لازم يعني يكون موجود. جايلك من المونتاج وبقول لك لا مؤاخذة على العبط اللي انا بعمله دوت، انا كان قصدي كانتي، انا مش فاهم لساني ماله. وكمان معانا تاني حد هيكون معانا اللي هو هاكان اتشانالوجلو، ممكن تستغربها لكن برضه هو مسلم. بص انا متاكد وبحثت عن لاعب قبل ما الفيديو ده يتعمل وقبل ما التشكيله دي تتعمل، فانت ما تجيش تكتب لي في الكومنتات اصل اللاعب ده مش مسلم وده مش مسلم والكلام ده. رابع مركز او تالت مركز معانا اللي هو ال ام اف والار ام اف، وطبعا الغني عن التعريف يعني مفيش غيره، محمد صلاح. معانا منه نسختين، وكمان معانا نسخه ار دبليو اف، لكن اعتقد النسخه دي افضل نسخه، فاحنا هنجيبها مؤقتا لحد ما نشوف لنا نسخه تانية. وكمان معانا كوادرادو، ده بقى الصراحه انا اللي انا مش متاكد منه، هل هو عربي او هل هو مسلم عامه ولا مش مسلم، ده اللي انا مش متاكد منه، فاحنا هنخليه دكه احتياطي، لو احتاجناه هننزله، لو ما احتاجناهوش خلاص. اخر مركز معانا في وسط الملعب، معانا هنا اتنين هيلعبوا اساسي. اول واحد جمال موسيالا، وده اكيد يعني محدش هيختلف عليه. وكمان تاني واحد فرانك ريباري، او كمان اللي اعرفه ان جندوجان المفروض برضو مسلم ومعانا في التشكيلة، لكن مشكوك في امره شوية، فاحنا برضو هنخليه دكة، نفس موضوع كوادرادو. نيجي بقى على الهجوم، ومعانا هنا اول واحد الغني عن التعريف طبعا، نجم السيتي الجديد اللي لسه جاي وعامل اداء عالمي يعني، ابننا المصري عمر مرموش، اكيد طبعا مسلم يعني. كمان معانا هنا عثمان ديمبلي، دي انت هتستغربها شوية بس برضو هو مسلم، مش محتاجة يعني كلام. واخر واحد النجم والله ما عارف جنسيته ايه تصدق، النجم الجزائري، انا نسيت، انا فاكر ان هو جزائري والله، بس انا نسيت يعني، فوتت مني ديت. المهم دي كده التشكيلة الاساسية، هنظبطها وهنظبط الدكة كده ونشوف الدنيا وهنرجع لكم. طب يا جدعان دي كده التشكيله اللي احنا وصلنا لها، دي التشكيله النهائيه زي ما انت شايف قدامك. الحارس اونانا، ده زي ما قلت لك اتاكد منه هتلاقيه مسلم. بالنسبه لكوادرادو سالت كذا حد من صحابي وشفت برضه على جوجل قالوا ان هو من كولومبيا، فدي برضه دوله افريقيه فاهم، فممكن بيبقى فيها نسبه مسلمين، وكذا حد برضه من صحابي قال ان هو مسلم وبتاع، فعشان كده خلاص هيلعب معانا اساسي. ومعانا الثنائي بتاع الدفاع، ثنائي عقود الترشيح اللي لحد دلوقتي ناس بتلعب بيه اساسي، وهو الصراحه جامد جدا، ويعني اي حد ما بيشحنش في اللعبه ومعاك النسختين دول انت بص استغنى عن اي لاعب ايبك. صليبه وروديجير، تاني حد معانا اشرف حكيمي اسطوره المغرب. والثنائي بتاع وسط الملعب تشانالوجلو، هكان تشانالوجلو، وكمان انجلو كانتي. الاطراف معانا الار ام اف معانا عثمان ديمبلي، وكمان ال ام اف معانا جمال موسيالا. وثنائي الهجوم دوت يعني بص برضه نفس الكلام، معكش هجوم ومعاك النسخة دي من صلاح حطها أساسي. والله يا ابني أنا كان معايا قبل كده حساب كان فيه كانتونا وصلاح، والله كان صلاح بيلعب على كانتونا.
ودي كده معانا هي دكة البدلاء. انا بس ممكن اغير حاجة بسيطة، اجيب ايه، اجيب ازاك مكان بنزيمة، عشان يعني اكتشفت ان هو زبالة زبالة زبالة. هتقولي عرفت منين؟ مالكش. وبرضو بس توضيح بسيط بالنسبة بقى للناس اللي تحت دي وسون والجماعة دول، ما لقيتش ناس اكمل بيها الدكة، فقلت بدل ما احط لعيبة بيزك اخليها ايه، لعيبة فاهم انت، تحسها ممكن تخش الاسلام كده، فاهم انت. بص انت شرطتين وتلات شرط، هي ثبتت على تلات شرط، فانا هخش بس اتمنى ما تبقاش لاج. اسهم اللعيب اللي بره كلهم سهمهم عليه. بص احنا ممكن نجيب مرموش هنا، ممكن كمان نجيب، ممكن نجيب مكانه مكان ريديجير كده نجرب. وكوادرادو الصراحة يعني ممكن نخليه، اصله ملوش بديل فاهم، المركز ده اساسا احنا جايبين كوادرادو. طب انت ازاي الريت بتاع تشكيلتك كده يا اسطى؟ والله ازاي يعني، ازاي الريت كده؟ يلا، بقول لك ايه، تعرف تخش؟ كمل كمل كمل. انا لو ما كانتش الكرة دي كملت كنت هسمعك حاجة ما تتسمعش. شايفين يا جدعان اللعب سلس ازاي؟ والله بجد شايفين اللعب سلس ازاي ضد الناس اللي هي فاهم يعني. انا حتى لو خسرت مفيش مشاكل عشان هو يستحق الفوز فاهمني، طبيعي يعني تشكيلته اقوى. لكن ان انا يجيلي واحد بيلعب بسكة ال بي وبتاع والكلام ده، والاقيه بيكسبني، والاقيه ماسك عليا الماتش ومش عارف العب، ده اسمه ايه ده بقى فاهمني؟ ده ما ينفعش. اوفسايد يا اسطى، انا شطها اساسا انها اوفسايد والله العظيم. انا عاملها ار2 عشان تشوطها بيمينك. حلوة قوي يا ديمبلي، حلوة قوي. انا يا جدعان والله انا الماتش ده الفيديو ده اتعاد اساسا بسبب ان انا قعدت اصور ساعة وما لقيتش فيديو عدل احطه يعني، عشان كل اللي كان بيجولي ناس كحيانة، واحد يحط لي ال بي سكا ال بي، واحد الاقي حاطط لي هبقى اعرض لكم ماتش، هبقى اعرض لكم ماتش منهم. حرفيا ما مفيش لعب، مفيش لعب، مش عارف انيل حاجة. ده بعيدا عن ديشامب طبعا يعني، انا كل ده ما جبت سيرة ديشامب اللي يعني بالنسبة لي أوسخ مدرب حاليا، ما بتكلمش على زمان. ديشامب ده كارثة كارثة، ما يتلعبش بيه دلوقتي والله العظيم. مفيش ضغط، ولا ضغط متأخر، ولا ضغط عالي، ولا أي ضغط. مفيش دفاع، دفاعه مش موجود. اللعيبة بتاعتك تقعد ترجع كده، ما بتقابلش الكورة، ما فاهم، ما بتهاجمش. فاللي هو أنا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده الصراحة فاهمني، بعيدا عن الجون اللي احنا جبناه ده، أنا مش مركز أساسا. لا 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 لا. يا ابن اللعيبة يا أونانا عاش. عاش والله يا جدعان، ما توقعت أونانا إن هو يعمل كده بربع جنيه. والله يا جدعان جامد قوي قوي قوي. لو معكش حارس أنت ممكن تعتمد عليه على فكرة. النسخة دي أنا مجربتش باقي النسخ، بس النسخة دي هو عمل اللي عليه، هو عمل اللي عليه، هو صدها، بس هي كانت جامدة فاهم. بس هو عمل اللي عليه برضه يعني، ده روماريو. يلا نزل كده، يلا بقى. يعني الحارس حارم إيزاك من كمية اجوال مش معقولة والله العظيم. ايوه مين بقى الحارس؟ مامرداشفيليا، تمام. يا عم اضغط على الكورة بقى شوية بقى. يخرب بيت ده حارس يا اخي. اتفضل يا عم، ما دي سكة ال بي اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه. يخرب بيت سكة المجاني اللي كله جابه وخلاه ال بي ده يا جدعان، والله عرفنا منه. الواد اللي فات، الواد كان محترف ووصل ديفيجن 1 قبل كده وبتاع، والدنيا مية مية، وكسبته بكل سهولة والدنيا حلوة. يجيلي بقى وسكة ال بي ده معرفش اعدي نص الملعب بتاعه. بص يا اسطى، اللاج من بدايتها، بص ده ما بيبقاش لاج نت من عندك، ده بيبقى لاج نت من اللعبة، اللي هو التقطيع ده فاهم، اللي هو تحسه لاج فاهم انت، لاج فريمات مش لاج تقل نت. النت لما يبقى عندك تقيل هتلاقي النت الايه الاستجابة متأخرة، لكن ده اسمه لاج من اللعبة.
دي كانت هتخش كمان. بركاتك يا سكا، ايه اللي بيه بركات؟ ده انت اتغلبت على السيد البدوي يا اخي. معلش يا اسطى، ما تعيطش يا اسطى، معلش امسك دمعتك. اوعى تعيط، اوعى تعيط، اوعى. معلش بقى يا اسطى، اصل حطوا فيك من فوق لتحت، خدت بالك انت موسيالا حطها لك؟ حطوا من فوق لتحت ازاي؟ انت يا عم شويه 9 شوطات يا عم، حطهم فيه. بص يا جدعان النت، اصل انت ما تقنعنيش ان انا هلعب ماتش محترم بالنت ده كله. 3 شرط وجيب سرعه، باذن الله يكون ماتش حلو ونختم بيه الدنيا و3172. ربنا يستر. تعالى يا اخي. حلو حلو كده، نكمل زي ما احنا. 4 1 2 3، رونالدينهو، اوين، نيمار. يا عم هو المصحف ما قصدي لده يا عم. يا صليبة، يا مزاجك يا ميسي. طب لا يا اسطى ما تجيش فوق يا اسطى، ما تجيش يا جدعان بقى، العب مطوشة عدلة بقى. انت شايف ان ده جون يا اسطى تحتفل عليه يعني؟ بصليبة اللي ملحق انهي نسخة معاك من ميسي دي يا اسطى؟ ده الارجنتين ما بتعملش معايا كده، البليدز مش هتعمل كده. يا عم ميسي الباكج يا عم، اتفضل يا عم. انا عملتها فيك شوت بس هي ما لحقتش، فيعني عادي عادي. يا جدعان ايزاك عالمي، ايزاك جامد قوي قوي. انا مستغرب ازاي ده نجم اسبوع. يا لهوي لو دخلت انا كنت اقدر اضمنها واكمل بيها. بس فاهم اللي هو ايه، عاوز يجي جون حلو، فاهمني؟ يجي جون يبقى، انت فاهم يعني. الواد انسحب. طب ليه يا اسطى؟ طب يا جدعان نيجي على التجربة. أول حاجة بس أنا مش هقيم لك اللعيبة أكيد يعني بقى، أنا مش هقيم كله. هقول لك أبرز اللعيبة اللي ممكن تلعب معاك أساسي يعني، تمام؟ عاوز بس أوضح لك حاجة، أنا مش هقيم لك من ال3 ماتشات اللي أنا لعبتهم دول أو ماتشين ونص كمان. أنا مصور فيديو ساعة، هوريك دلوقتي الفيديو قدامك اهوت، هوريك يعني الصورة بتاعته. مصور فيديو أكتر من 50 دقيقة، كله عبارة عن ست مطوشة تقريبا أو 5 مطوشة بديشامب، كلهم يعني لا مؤاخذة في اللفظ، زنا كروي. حرفيا ده اقرب وصف ليه. ديشامب يا جدعان ولا بيهاجم ولا بيدافع ولا بيضغط. مفيش نص ملعب والله يا جدعان، كذا لقطة اللعيبة بتاعتي بتسيب اللي ضد الكورة. انا كنت مفكر ان ده سكريبت. اللاعب بتاعي بيبقى الكورة قدامه بلاقيه رجع كده منها، ما مفيش ضغط، ما بيضغطش. فبعيدا يعني عن كل الصياح دوت للديشامب، بس انت لو معاك ديشامب امسحه يا اسطى، امسحه والله بقى خرا. انا بتكلمش على زمان، انا بتكلم على دلوقتي. المهم ابرز اللعيبه معانا اونانا يا جدعان جامد قوي. جامد ال7 ماتشات دول انا اللي لعبتهم بيه، جامد قوي قوي قوي. بجد يا جدعان جامد بغباء. يعني عالمي. صلاح النسخه دي غني عن التعريف طبعا يعني، مش محتاج اتكلم. كمان معانا ايزاك يعني. هو ازاي جاب جونين بس انا مش عارف. انا مش عارف، تقريبا اخر ماتش ده ما اتحسبش ولا انا ما اعرفش. بس ال7 ماتشات برضو، ال7 ماتشات دول انا اللي لعبتهم بيه. صاحب الاكونت ما لعبش بيه خالص. جامد قوي بجد يا جدعان. يعني انا في البدايه كنت بنزله كده فاهم، اخر دقيقتين 3 كده لما صلاح بيتعب او لما بنزيما بيتعب. انا ندمان ان انا كنت بلعب ببنزيما في البدايه. بنزيما كان بيضيع عليا فرص كتير قوي. فيعني انت شفته قدامك في ال3 ماتشات اللي وريتهم لك. كمان واحد يا جدعان، ديمبلي النسخه دي جامد قوي قوي قوي. وكمان موسيالا النسخه دي انا مش عارف الصراحه، هي كرييتيف تقريبا، بس رايق قوي، والفينش بتاعه كويس برضو. بالنسبه بقى للعيبه اللي على الدكه، ابرز حد كويس هو مرموش. الصراحه هو اكتر حد كان كويس معايا، سريع ومهاري وكويس، جاب جون معايا من ماتش واحد. مرموش ما لعبش معايا غير ماتش وماتشين نزلته تقريبا في الدقيقه 80. فبس كده، ده فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبك. ما تنساش تعمل لايك واشتراك. وفي النهايه انا نسيت اقول لك في المقدمه اساسا، عيد سعيد. و
عيد اضحى سعيد. مش عارف المفروض اقول ايه، بس هو ده يعني كل الكلام، وسلام.